اهلا بيكم في فيديو جديد من نيو يور سيلف. بصراحه هو مش فيديو جديد، هو تكمله عن الفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات كان مصدر الالهام، ازاي تكون الست مصدر الالهام. لاني اخدت فيدباك حلو جدا من الفيديو ده، فحبيت ان انا اعمل له جزء تاني. فاسمحوا لي ان انا اكون تقيله عليكم شويه في الفيديو ده، ونقول حاجات اكتر ومعلومات اكتر، لاني حسيت ان الفيديو فعلا فاد ناس كتير، ولسه عايزه ان هو يفيد ناس اكتر. عشان كده خليكم معايا وهنبتدي فورا. دايما بنسمع كلمه ان الحب وحده لا يكفي، وفي فيلم على فكره بالعنوان ده، بس عمرنا سألنا ليه. الحقيقه ان الحب ده زي الزرعه، محتاج ميه، محتاج شمس عشان يعيش. والميه والشمس دول هما في الحب هما الاهتمام والتقدير. اتكلمنا ازاي تكوني ملهمة، انك تكوني تقدري الشخص اللي قدامك. النهاردة هنتكلم عن ازاي غياب الحاجتين دول ممكن يهدوا بيوت، وازاي وجودهم ممكن يحول اي علاقة عادية لقصة اسطورية. وهنتكلم بصراحة عن اللي بيحتاجه الراجل واللي بتتمناه الست. الاهتمام لغة الست المفضلة، عشان كده هنبتدي بالست. الاهتمام للست او بالست مش بس عبارة عن بوكيه ورد في عيد ميلادها او هدية. الاهتمام هو انك تهتم بأدق التفاصيل الصغيرة، زي انك تحس بتعبها من غير ما تشتكي، انك تسمعها بتركيز وتشوف هي بتحكي عن يومها ازاي، حتى لو كانت التفاصيل دي بالنسبة لك ما بتعنيلكش في شيء. انك تطمنها بكلمة حلوة لما تحس بالخوف او القلق. ده دورك كراجل. هقولكوا على قصة بسرعة جدا. كان في ست دايما حاسة بإحباط شديد عشان جوزها ما كانش بيفتكر المناسبات المشتركة بينهم، عيد جوازهم، تاريخ ميلادها، الكلام ده. بس كانت ملاحظة ان هو لما بينزلوا يشتروا حاجات دايما يروح يشتري لها نوع الشوكولاتة اللي هي عايزاه. لما يشوفها سرحانة وهما بيتفرجوا على التلفزيون يحط ايديه عليها ويقول لها مالك، انا سامعك. ساعتها الست دي حست ان الاهتمام مش في الهدايا والحاجات دي. الاهتمام هو في الملاحظة اليومية، ان هو يحتوي مشاعرها. الاهتمام البسيط ده خلاها تحس ان هي متشافة ومهمة. ده اللي خلى ال 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 الخلافات اللي بينهم تروح. التقدير في حياة الراجل. لو الاهتمام هو لغة الست، فالتقدير هو بنزين الراجل في الحياة. الراجل بيحتاج يحس ان تعبه ومجهوده متشاف ومتقدر. كلمة تسلم ايديك وشكرا اللي احنا قلناها في الفيديو اللي فات دي مهمة جدا بالنسبة للراجل، بتخليه يعمل مستحيل عشان يسعد شريكة حياته. فما تحرموش من الكلمة دي. القصة الثالثة هي فخ التعود. كان في زوجين عايشين او متجوزين بقالهم 15 سنة. بعد الفترة دي كلها الست طبعا فقدت شغفها في الحياة. بطلت انها تتزين لجوزها، بطلت ان هي تعتني بنفسها، والزوج نفسه وقف ان هو يقول لها كلمات حلوة. فبقت الحياة روتينية على الاخر، بقوا زي اتنين زملاء في السكن. في جلسة مصارحة بينهم من بعض اعترفت الزوجة ان هي حاسة ان هي مش متشافة، والزوج نفسه اعترف ان وجوده تحصيل حاصل. فقرروا يعملوا حاجة مهمة قوي، هقوله لكم دلوقتي. ايه اللي قرروا ان هم يعملوه؟ قرروا ان هم يخصصوا 10 دقايق كل يوم قبل ما يناموا، يقعدوا يتكلموا فيها مع بعض عن ايه اللي عمله كل واحد ايجابي في اليوم. الموضوع ده بقى بالنسبة لهم عادة. العادة دي
احيت المشاعر اللي جواهم، لانها اجبرت كل واحد فيهم ان هو يدور على الايجابيات، و وان هو يقدرها بدل من ان هو يركز على العيوب للطرف التاني. عشان كده بنقول ان ده فخ التعود. اتعودوا تتكلموا عشان المشاكل تتحل. خلينا نقول ايه هو اكبر عدو واكبر خطر بيهدد اي علاقة من بين اتنين. هو انك تحس ان الطرف التاني مضمون. تبطل تقول كلمة شكرا، او تبطلي تقولي كلمة شكرا. نبطل نسأل عامل ايه عاملة ايه. غياب التقدير بيعمل فجوة بتتحول مع الوقت لبرود عاطفي وصراعات مستمرة ومشاكل طبعا كلنا عارفينها. فعشان كده افتكروا ان التقدير هو الوقود، البنزين اللي بيخلينا نحقق معجزات بأقل الإمكانيات. في خطوات لو طبقناها حياتنا هتبقى أحلى، هتبقى أبسط. الحاجات دول 3 حاجات مهمين جدا. لو محتاج حاجة اطلبيها بوضوح، ما تستناش شريكك أو الطرف التاني يقرأ أفكارك. تاني حاجة، اشكروا بعض على أبسط الحاجات، على مروحة للسوبر ماركت، على غسيل المواعين، على ابتسامة بسيطة. افهمي لغة شريك حياتك وافهم لغة شريكة حياتك. ممكن اللغة بتاعتك تكون أفعال وهي مستنية كلام، والعكس صحيح. خلينا نقول ان احنا في الفيديو ده طلعنا ب3 حكم. الحكمة الأولانية هي ان الراجل مش بيهرب من المسؤولية، بس بيهرب من المكان اللي ما بيحسش فيه بقيمته. الحكمة التانية هي ان الاهتمام مش وسيلة بنوصل لها عن طريق الهدايا في المناسبات، بس هي تفاصيل بنعيشها كل يوم. الحكمة الثالثة ان العلاقات مش بتموت بسبب المشاكل الكبيرة، لكن بسبب الإهمال الصغير المتراكم. خلينا أقول لكم في نهاية الفيديو إن العلاقات الناجحة مش هي العلاقات اللي ما فيهاش مشاكل. ما فيش علاقة ما فيهاش مشاكل، وإلا دي مش هتبقى حياة سوية. لكن العلاقات الناجحة هي العلاقة اللي فيها طرفين بيحترموا بعض، بيحترموا وجود بعض، بيقدروا وجود بعض، مهتمين إن هم يفضلوا شخص واحد في حياة بعض. بتمنى لكم أسعد اللحظات، بتمنى لكم حياة مليانة سعادة وهنا، لأن كل طرفين محتاجين فرصة عشان يكملوا حياة سعيدة ويدونا جيل سعيد. أتمنى يكون الجزء التاني من الفيديو عجبكم. بكون فرحانة جدا إن أنا بسمع تعليقات، تعليقاتكم معظمها ما بتبقاش تحت الفيديو، بس بتجيلي في تليفون، في رسالة. ببقى مبسوطة جدا، بحس إن أنا قادرة إن أنا أشارك بأي حاجة. بتمنى لكم حياة مليانة بأسعد اللحظات، لأن كل طرفين محتاجين فرصة. ادوا لنفسكم الفرصة دي ومش هتندموا. وخليكم مع know yourself عشان تعرفوا على نفسكم أكتر وتتعرفوا على العالم اللي حواليكم. مستنياكم الفيديو الجاي.